حبيبتي يا نغومة، بقول لك ايه؟ أنا محتاجة 100,000 جنيه وعايزاهم ضروري قوي. حاضر، بس انت عايزاهم في ايه؟ محتاجاهم عشان المغلق الجديد، وأول ما يقف على رجله ويحضروا هرجعهم لك على طول. بس لو ما معكيش أو خايفة من أبوكي بلاش، أنا هعرف أتصرف. هو انا قلت حاجه؟ ده كله من خيرك. حاضر، هجهزهم واجيبهم لك على طول. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تمرن فيك الرباية. قوليلي، هو الواد عرب عامل ايه؟ الحمد لله. عرب ده حنين قوي، اللي يشوفه من بعيد ممكن يفهمه غلط، بس اللي يقرب منه يلاقيه اطيب انسان في الدنيا. بس عمل فيا حته حركه. ايه؟ وداني مطعم فوق الدور ال17. يا لهوي، معقولة يا أنغام؟ ده انت بتخافي تبصي من الدور الأولاني. لا، وانا من غبيه قلت له اصل انا عندي فوبيا من المرتفعات. ربنا يسعدكم يا حبيبتي. انا مبسوطه قوي يا ماما، بكون مطمنه وانا معاه، ببقى عايزه الوقت ما يخلص، عايزه كده افضل لازقه فيه. هو الطيب وابن حلال ويستاهل كل خير، وانتي ربايتي يعني ضمناكي في ايدي. عيشي يا حبيبتي واتبسطوا، هيصوا، ما تعمليش زي امك. عارفه يا انغام، انا حبيت ابوكي حب مفيش واحده حبيته الراجل، بديته على نفسي. كان عندي استعداد اعمل اي حاجه عشان خاطره، كنت بستخسر في نفسي كل حاجه عشان هو يكبر، وكان كل ما بيقوى كنت بحس ان انا اللي اقوى، كل ما بيقوى كنت بحس ان انا اللي اقوى. بعد ما رماني حسيت اني عود هش، اول ما يتعمل كده يتكسر. طب عشان خاطري، عشان خاطري ابوس ايدك بلاش الكلام ده. انا هخرج النهارده تاني معاه، ما تيجي معانا؟ لا يا حبيبتي، روحي انتي، مش قلتلك اللي زي بنت تتعود على الشقه؟ روحي واتبسطي.